إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم أوسا سبور. في وسط ضجيج ديال السياسة مشاهدينا الكرام، والتصريحات اللي هي مشحونة والحسابات الضيقة، كيبان واحد الصوت مختلف. طبعا هو صوت الإعلامي المعلق المعروف، طبعا اللي معروف في العالم العربي، اللي هو عصام الشوالي. قال في منشوره البسيط ولكن عنده معنى كبير وكبير وكبير بزاف مشاهدينا الكرام. طبعا عصام الشوالي خرج في الصفحة ديالو الرسمية وقال: كل التضامن والتعاطف مع الشعب المغربي الشقيق على إثر الفيضانات الأخيرة، متمنين السلامة للجميع، نسأل الله أن يحفظ المغرب وأهله. طبعا هي كلمات قليلة، ما فيهاش سياسة، ما فيهاش مزايدات. فيه واحد الشخص، واحد الإعلامي، واحد المعلق كيتكلم بمنطق الإنساني، كيواسي الإنسان الآخر. علاش هذا الموقف هذا مهم مشاهدينا الكرام؟ حيت بزاف د الناس في هذا الزمان هذا ولات كتشوف الكوارث الطبيعية طبعا اللي هي قدرات إلهية. طبعا الشتاء راه هي الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزلها، والعواصف والرعد والبراكين والزلازل، كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هاد الناس هادو ولاو كيشوفوا الكوارث الطبيعية بعين الحسابات. شكون يربح، شكون اللي يخسر، شكون اللي خصنا نستافدو منه وشكون اللي لا. ولكن عصام الشوالي دار حاجة بسيطة، شاف شعب متضرر والواجب عليه انه يوقف معاه. هيدا كيكون الاخلاق، هكذا كيكون الاعلام الحقيقي مشاهدينا الكرام. طبعا احنا كنعرفوا على ان الفيضانات اليوم اللي كاينه في المغرب امتحان صعيب وصعيب وصعيب بزاف، والمغرب غادي يتجاوز هاد المرحلة هادي واللي هي قاصحة بزاف. طبعا الفيضانات، طرقات مقطوعة، دوار معزولة، كاين بعض العائلات اللي فقدات كل شيء. ولكن في وسط هاد الألم هذا مشاهدينا الكرام بانت حاجة زوينة بزاف، واللي هو التضامن. طبعا بحال اللي قلت في السابق، داخل المغرب تضامن ديال المغرب كامل مع بعضه البعض، من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب. وخارج المغرب بهذا التصريح هذا، بهذا الموقف هذا الشجاع ديال عصام الشوالي، اللي بان فيه الاحترام، بان فيه كاين تاريخ، وبان فيه انه كاين دم واحد ما بين التونسي وما بين المغربي. والرياضة طبعا احنا كنعرفوا لان الرياضة عمرها كانت سبب الفرقة، واما الشعوب دائما هي قريبة من بعضها البعض. وهذا السؤال الثالث مشاهدينا الكرام، او السؤال الثاني، او السؤال الاول، او كيف ما بغيتو تسموا هذا السؤال هذا: فين هما الناس اللي كيعيشوا على هذا الفتنة؟ كاينين الناس مشاهدينا الكرام لكل مرة كطيح شي مصيبة على المغرب ولا في المغرب كيخرجوا يشتموا وما كيبروش، ولا ما كيقلبوش على شي موضوع اخر يناقشوه، وكيولي هذا الموضوع هذا هو موضوع المعركة وهمية. ولكن منشور واحد من عصام الشوالي كينسف هاد العقلية هادي كاملة، وكيقول بأنه الإعلام ماشي هو إعلام مسموم، وماشي كل الأصوات هي أصوات حاقدة. طبعا حنا كنعرفو عصام الشوالي ما عنده حتى مصلحة في هادشي، ما باغيش الله يكاد المغاربة، ما باغيش جمهور جديد. ولكن هذه هي الإنسانية، وهذا هو الإنسان اللي كيفكر بضمير وكيفكر بالقلب ديالو قبل ما انه يفكر بشي حاجة اخرى مشاهدينا الكرام. وهذا هو الفرق بين الاعلامي الحر والاعلامي المأجور اللي كاريحينكو، اللي دايما الاسطوانة المغرب اللي هي اسطوانة مشروخة، الاسطوانة المؤامرة اللي هي اسطوانة مشروخة. اي اسطوانة فيها المغرب وفيها حس المغرب كنرجعوا نظرية المؤامرة وكنرجعوا فيها استفزاز، وانتم درتو لنا وهادو داروا لنا، ورجع السباب، وموتسيبي هو السباب، وزياش هو السباب، وحكيمي هو السباب. اي حاجة فيها المغرب كيوليو الاطراف اللي داخل المغرب هما السبب في كل شيء. ولكن الخلاصة
المنشور ديال عصام الشوالي ماشي هو غير مناشدة او لا تضامن ديالو مع الشعب المغربي، ولكن هو صفحة الفتنة، هو درس في الاخلاق، هو التذكير بأن الشعوب المغاربية بصفة عامة أقرب لبعضها البعض. بعض الناس اللي كيحاولوا أنهم يفرقوها ويبعدوها على الواقع ديال المعاش. طبعا تحية كبيرة لعصام الشوالي، وتحية أكبر للشعب المغربي على التضامن ديالو، على التآزر ديالو، على المساندة ديالو لخوتو، سواء في الشمال خصوصا في الشمال. ودائما الشعب المغربي كيوقف وكيرجع أقوى. لا تنسونا من الاشتراك مشاهدينا الكرام، لا تنسونا من الدعم كي يصلكم الجديد. وبغيتكم تقولوا لي في الكومنتيرات شنو الرأي ديالكم في هذا الموقف، واش الاعلام خصو يكون هكذا او لا. الا عجبك الفيديو ديال لايك واشترك باش يوصل لك الجديد، وخليك معنا. كان معكم أوسا سبور، السلام عليكم.